مرحبا بكم من جديد. برشلونة أرغم على التعادل لأول مرة منذ سنة في عقر داره في الدوري أمام سيلتا فيغو الذي بدأ المباراة منذ الدقيقة العشرين وهو يؤشر على نيته في أنه لن يستسلم هذه المرة في الكامب نو. هذا الهدف لياغو أسباس والتسديدة الأولى كانت من ماكسي غوميز ورصدها تير شتيغن، ولكن الرد كان سريعا من ليونيل ميسي الذي مرر هنا والكرة كانت في اتجاه سواريز، ولكن الذي ذهب إليها هو ميسي الذي أحرز هدف التعادل في الدقيقة 22. في الدقيقة 62 عملية مركبة جميلة بين عناصر فريق برشلونة، تمرير بالكرة ما بين اللاعبين، أتم هنا ميسي إلى جوردي ألبا إلى لويس سواريز الذي يحرز هدف التعادل، ولكن هدف الثاني هدف التقدم لفريق برشلونة، لكن هدف التعادل جاء بعد 8 دقائق بواسطة اللاعب ماكسي غوميز، والتمريرة كانت من أسباس. التعادل هدفين مثلهما، هذا ما أعطى لبرشلونة نقطة إضافية بعد نقطة الميستايا، أصبح الرصيد 36 نقطة في حين أن رصيد فالنسيا هو 31 نقطة، وتنتظره مباراة مبدئيا تبدو في متناوله في خطافي. وأتلتيكو مدريد يلعب اليوم ولديه 27 نقطة صحبة ريال مدريد، يلعب أمام سوسيداد، ثم الريال يذهب إلى سامامس، وفريق سيلتا فيغو ظل في المركز الثامن ب 18 نقطة. إذن التعادل الثاني على التوالي، التعادل الأول في الليغا بعد مضي سنة بالتمام والكمال. لماذا؟ هذا هو السؤال. أنصار برشلونة الآن يتساءلون لماذا أرغم الفريق على التعادل؟ هل هي مؤشرات الانحدار بعد تعادلين متتاليين؟ ليست مؤشرات انحدار بقدر ما هي أخطاء في الدفاع، وهي أخطاء متكررة. يعني بيكيه ارتكب أخطاء كثيرة في مباراة اليوم، ومن ضمن الهدفين. الهدف الأول كما قلنا بين الشوطين هو التوقيت الخاطئ في انه خروج وعمل مصيدة التسلل. وهذه شوف الكرة هنا الهدف، شوف بيكيه وخطأ طبعا تمزق اعتقد في العضله الخلفيه بالنسبه لهم تيتي، خساره لاعب مهم. شوف هنا الخطأ المشترك بين بيكيه وبين سيرجي روبرتو. التغطيه يجب ان تكون على اللاعب، هو لاعب فقط. هنا 2 ضد 3 او 4 لاعبين بالنسبه لبرشلونه، 3 في المنطقه شوف ما حد راح على اللاعب. لا بيكيه بيغطي على بيكيه يغطي بالهدف. يعني انت ليش رايح للمرمى؟ انت بيكيه وسيرجي روبرتو اي لاعب كان. ربما اصل معك قبل نعيدها مره ثانيه. شوف تركوا اللاعب وراحوا تغطيه المرمى، هو اللاعب الاخطر. اي لاعب كان ممكن يجي ياخذ غوميز صعوبة أن يتصرف. لا بيكيه كأنه عامل حساب. نشوف اللقطة مرة أخرى، نشوف بيكيه أنا ربما يبدو لنا يكون يتوقع أن يتوقف أو تبتدي الإصابة. بالضبط. لاعب واحد، هذا خطأ من اللاعب. اللاعب يجب أن يحسب حسابات كل شيء. هو لاعب واحد، يعني ما في زيادة عددية، هو لاعب واحد. كان ممكن ياخذ بيكيه أو ياخذ سيرجي روبرتو. شوف هنا أقرب. شوف تركوا راحوا الاثنين من الهدف والحارس تير شتيغن. اي لاعب كان لازم يجب ان ياخذ هنا ملازمه. خلاص انتهت، ما في مجال الا الملازمه الفرديه القويه. اما انت تترك اللاعب وتذهب الى المرمى فارغ. الكره هي الاخطر، بالتالي هي اخطاء في الدفاع، اخطاء متكرره في الدفاع بالنسبه قد تؤدي الى انحدار اذا ما استمر الوضع هكذا. كثير من المرات ما كان ميسي والمنقذ. اليوم الذي لم تتح فرصة أن ميسي لم يكن محظوظ القائم. والمرة أخرى بالرأسية التي ضاعت، والكرة الأخيرة اللي كان يأتي منها هدف. أعتقد ميسي اليوم أدى مباراة كبيرة. يعني اليوم احنا تحدثنا قلنا ميسي اليوم يلعب بمزاج رائق. واضح. اللاعب بذل جهد كبير وحاول، لكن أعتقد برشلونة فقد الإيقاع في الربع ساعة الأخير عندما ذهبت النتيجة للتعادل، وبعد التغييرات 3 تغييرات أعتقد فقد الإيقاع اللي معروف على برشلونة، يعني الاستحواذ والتمرير الانتقال السريع فقد في الشوط الثاني. بدأت الكرات الطويلة، الفريق غير فقد التركيز. ولهذا أعتقد أمام فريق جيد على مستوى الدفاع، تنظيم دفاعي رائع جدا. سيسيتو أدى أدوار دفاعية هجومية بشكل فعال جدا، دائما كان يعود يصبح مدافع خامس في جهة اليسار 5-3-2. واعتقد يعني سيلتا فيغو أدى مباراة كبيرة وهو يستحق التعادل في مباراة اليوم. طبعا التعادل يحسب لفريق سيلتا فيغو، يحسب للمدرب الذي يعرف الفريق، يعرف امكانيات برشلونه، اشتغل على ربما نقاط الضعف ونقاط القوه ايضا في فريق برشلونه. ولكن اليوم نعود الى هذا الجانب الدفاعي المخيب للامال. في الكثير من المناسبات يكون برشلونه في وضع مريح
ثم فجأة تأتي كارثة من مدافع أو من مدافع آخر وتنقلب الأوضاع. اليوم ضياع نقطتين مهمتين بعد أن كان برشلونة في وضع مريح جدا. أخطاء دفاعية خالد فردية وأيضا جماعيا الفريق دفاعيا كان سيء، يعني ابتداء من وسط الملعب من بوسكيتس وراكيتيتش في الشوط الأول كانوا دفاعيا غير موجودين، خصوصا بوسكيتس. استمر هذا في الشوط الثاني، ورباعي خط الدفاع أيضا خصوصا أمتيتي وبيكي اللي يمكن واحدة من أسوأ المباريات اللي قدمها اليوم، هدفين خصوصا في الهدف الثاني. يعني لا أعلم ما اللاعب ذو خبرة لازم ما يرتكبش خطأ، صحيح؟ لا ليس فقط أن لا يرتكب، وأنتم تعرفون ذلك وأن اللاعب يتوقع كل شيء. زميله قد ينزلق، قد يفقد الكرة، قد يصاب بشد عضلي كما صار أصبح أو طرأ للاعب أمتيتي. هو ربما كان واثق أن أمتيتي هو الذي سيكون سباق إلى الكرة، هو الكرة كانت لأمتيتي. نعم. يعني احنا نشاهدها لكن لم يتوقع ذلك. خلاص خالد، شوف أنت لاعب واحد فقط، يعني يعني فقط جوميز بين ثلاث لاعبين، خلاص ماكو خيارات هنا، خيار اللاعب مو خيار المرمى. يعني هنا بيكي وسيرجيو روبرتو ذهبوا المرة التركية واللاعب اعطوه فرصة للاستحواذ على الكرة وتسجيل الهدف. هذا خطأ فادح لا يمكن يرتكبه لاعب ذو خبرة. طبعا بغض النظر عن الخطأ، أنا الذي أثار انتباهي هو ماكسي غوميز حينما سيستلم الكرة لن ينظر إلى المرمى، رأسه كله على الكرة ولا ينظر إلى أين موقع اللاعبين، هو سدد بقوة وانتهى الموضوع. خلاص انتهى الموضوع، لأن الكرة استلمها، يعني كان عنده الوقت وكان عنده المساحة أن يحدد استلم الكرة وهيئ وعدل جسمه. يعني نشوف أن استلامه الكرة بدون مضايقة طبعا ما كان جيد، في التالي اضطر، ولكن لم ينظر ولو مرة واحدة إلى المرمى، نظر في المرة الأولى فقط، ثم حينما سيستلم رأسه إلى الأرض إلى الكرة. خلاص مجرد ما استلم الكرة وشاف حارس مرمى خارج سددها بقوة وعرف أن الموجود في المرمى مدافعين. شوف هو هنا يعني حتى بيكي لوهله فكر انه يخرج الكره بيده، بعدها تراجع عن هذا التفكير. لكن ان لاعب واحد ضد اثنين وتسنح له الوقت والمساحه انه يهيئ الكره لنفسه ثم يعدل جسمه ثم يسدد بهذه القوه مع وجود ثلاث مدافعين على يعني حتى مو على لاعب، الثلاثه اتجهوا للمرمى. اسباس كان في حتى في زاويه ضيقه، مستحيل اسباس يسجل هدف من هالزاويه على شتيجن، لكن مع ذلك بيكي فكر في المرمى وترك اللاعب اللي هو كان اخطر وسجل هدف. الكل يتحدث عن هذه الاخطاء التي تكررت في دفاع برشلونه، ولكن ربما انا اضم صوتكم مع أولنا. ميسي هو كان افضل لاعب في برشلونه، ولكن دائما نقول اليد الواحده لا تصفق، ليس هناك مؤازره. ما الفائده اليوم ان يلعب ب4 لاعبين في الوسط اذا كانت الجبهه الدفاعيه والتنظيم الدفاعي سيء؟ الم يكن الأجدر أن نشاهد سيميدو اليوم مثلا، أو أن نشاهد لاعب آخرين؟ يمكن تحت الهواء تحدثنا من شفنا تشكيلة برشلونة، قلنا بأن سيرجيو روبرتو ممكن غير جاهز للمباراة، قوية ومهمة 90 دقيقة، عائد من الإصابة لم يشترك إلا أقل من نصف ساعة في المباراة الماضية في الكأس، وبالتالي أنا أعتقد سيميدو كان هو أجهز لمباراة مثل هذه، وكان ممكن تستخدم سيرجيو روبرتو كلاعب بديل، وخصوصا في وسط الملعب بدل راكيتيتش متراجع كثيرا. اليوم كانت مشكلة في عودة، عندما يخسر الكرة ردة فعل بطيئة في عكس الجبهة اليسرى النشيطة مع جوردي ألبا مع ميسي، والتفاهم كيف جاء ميسي من زاوية أخرى. دائما هذه الجملة تشاهدها بالنسبة لبرشلونة، ميسي جورجي ألبا، حتى الهدف التعادل اللي سجل على فالنسيا بنفس الطريقة دائما. لماذا تعطيل الجبهة اليمنى وتنشيط فقط الجبهه اليسرى، علما بان لديه لاعبين ممتازين ممكن ان يلعب؟ المشكله انه سيرجيو روبرتو غير جاهز، يعني لاعب عايد من اصابه، راكيتيتش في تدني، وحتى راكيتيتش تحدثنا قلنا بانه متراجع. في هذه الحاله لماذا لا يلعب اريش فيدال؟ شاهدنا له زخم هجومي رائع جدا. وسيميدو يكون ظهير، وسيرجيو روبرتو يكون لاعب وسط. بالضبط. انت عندك راكيتيتش ثابت، طبعا نيستا ثابت. أنا سنذهب الآن إلى ملعب الكامب نو مع لاعب سابق ترعرع في مدرسة برشلونة وفونتاس، يقف إلى جانب زميل أشرف بن عياد. أشرف، أتحول إليك بعد هذا التعادل المخيب للأمال لبرشلونة في عقر الدار، ولكن مباراة بطولية لسيلتا. شكرا على المشاهدة، ولا تنسى تشجيعنا بلايك وتعليق مناسب. غير ذلك إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك على قناتكم.